عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نوجد معكم البسبوسه اللي المكونات ديالها بساطين وسهله واي وحده تقدر تعملها. المهم نخليكم مع المقادير. صافي هنايا كنجيبو كسروله باش نعملو السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا من بعد ما غطيب، وكاس ديال سنيده، وكنزيدو عليها من بعد ما كتقصى حنا شويه داك السكر والماء، ومن بعد كنطفيو عليه وكنزيدو كاس ديال عصير اللتشين. وهنا في البسبوسه ديالنا كنحتاجو 2 بيضات، كاس ديال سنيده، وفانيلا، وغادي نبقاو نخلطو مزيان حتى يتجانس لنا السكر مع البيض وسنيده والزيت حتى ما يبقاوش داك الحبيبات ديال السكر. صافي كنزيدو كاس نص كاس ديال الزيت، ما نكثروش بالزيت باش ما تجيناش مزيته. كنخلطو مزيان، نخلطو حتى ما كيبقاش السنيده تباننا بالحبوب. من بعد كنزيدو كاس ديال اللتشين عصير الليمون، وكنزيدو دانون فاني، واحد النكهه كيعطيها مزيونه دانون فاني، وعندنا كاس ديال معامرش ديال الطحين، جوج كيسان سميده وكاس معامرش ديال الطحين، كنزيدو عليه خميره ديال الحلوى. صافي كنخلطوها مزيان، من بعد كنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق، وكنحطوها في اللاطه ديالنا وندخلوها للفران. صافي ملي كنخرجوها من الفران كندهنوها بشويه ديال العسل، كنسقيوها بعدا بداك السيروم اللي عملنا، وكندهنوها بشويه ديال الكوفيتير ولا شويه ديال العسل ولا شويه، كل واحد وشنو بغى يزينها. وكنرشوا عليها شويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش ولا الكوك، كل واحد وشنو بغى. وصافي بالصحه والراحه، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتعليق زوين على شله. وشكرا على المتابعه. وصافي هنا وصل الفيديو ديالي النهايه، وكما العاده كنقول لكم بالسلامه.